السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو الوثائق الضرورية باش تدفع الفيزا شنغن، يعني الوثائق اللي غتحتاج تجمعهم في الملف ديالك. أول حاجة باش نشوفو الوثائق، يعني تقدر يجي شي واحد كيشوف هذا الفيديو من بعد النشر ديالو بمدة 6 شهور عام من بعد واحد المدة، يعني ماشي مشكل، أنا غادي نوريكم الطريقة باش تتأكد من المعلومات بشكل رسمي. يعني متبقاش كتقلب في الفيسبوك وتقلب هنا وتقلب هنا وتقدر تلقى المعلومات تبدلو مع المدة، يعني خاصك تلقى المعلومات من الأصل، يعني من المصدر. دونك باش نبداو الوثائق ديال إسبانيا، أول حاجة غتمشي للموقع الرسمي ديال BLS اللي هو هذا الموقع الرسمي ديال BLS. من بعد كتختار اللغة اللي بغيتي هنا، مثلا بغيتي الفرونسي غدير فرونسي. من بعد كتختار القنصلية لاش باغي تدفع أولا لاش تابع، تأكد من القنصلية لاش تابع، مثلا نديرو الرباط. من بعد غادي نجيو يا إما غتجي لهنا هي فيزا تيب، غدير فيزا شنغن، أولا غادي تنزل للأسفل. هنا في الأسفل غادي تلقى هنا هي شنغن فيزا، غتكليكي على هادي، غتضغط هنا في شنغن فيزا. ثم بعد ذلك غادي ننزلو للأسفل، نجيو للأسفل هنا غادي تلقى كيما وريتكم ديك المرة ديال الاستمارة غادي تلقى هنا. غنجيو لهنا بغينا الوثائق، وهنا ممكن دير اللغة، غتبرك هنا غتلقى اللغة، ها هي نديرو فرنسية ولا عربية، تختار اللغة اللي بغيتي، نديرو فرنسية. وهذا الشيء اللي قلنا على هاد الفيزا ديال إسبانيا نفس كينطبق على الوثائق المطلوبة باش تدفع الفيزا ديال فرنسا أولا شي دولة، يعني من الأحسن تمشي للموقع الرسمي وتشوف الوثائق الرسمية باش متبقاش حتى تمشي لعندهم تما وتلقى شي وثيقة ناقصاك يترفد ليك كلشي ولا شي حاجة، يعني تكون الأمور كاملة مضبوطة. بعد ذلك نرجعو لتحت دابا فاش كاينة هنا الفرنسية، كيفما كتشوف هنا غادي تلقى هنا المعلومات، غادي نجيو للوثائق، ها هي لي دوكيمون، غنجيو لهاد الوثائق، غنضغطو على هاد الوثائق، غادي تلقاو هنا مجموعة ديال الوثائق. ها هو داك الإذن ديال ولي الأمر ديال واحد الشخص إلا كان غيصيفط ولدو، يعني داك لوتوريزاسيون لي كيطلبو. الوثيقة ديال البريز أون شارج غادي تلقاوها هنا، حتى هي إلا ضغطنا عليها تشوفوها، ها هي البريز أون شارج. كيفما كتلاحظوا هذا هو لوتوريزاسيون باش تصيفط، إلا كنتي غتصيفط ولدك أو أحد الأبناء، داك لوتوريزاسيون اللي كيطلبوا لك في القنصلية هذا هو النموذج، يعني غتامبريمي هذا وغتعمرو وغادي تليغاليزيه إلا كان كيتيغاليزا أولا وعلى حسب المدينة اللي كطلبو، كاين المدن اللي كيطلبوه كاين المدن اللي مكيطلبوش. هذا ثانيا هذا البريز أون شارج، هذا البريز أون شارج إلا كنتي غتصيفط الزوجة ديالك بغيتي دير البريز أون شارج ولا شي واحد في ولادك أولا، يعني هذه هي الفورمول ديال البريز أون شارج، غتيليشارجي حتى هي من هنا وغتعمرها وتسنيها وربما كاع تليغاليزيها على ما أظن. حنا تيهمنا الوثائق، غنمشيو لهاد الأولى، هي الوثائق المطلوبة. بالنسبة للرباط ديال المدن الآخرين غادي تختار القنصلية ديالك وغادي تلقى الوثائق المطلوبة. هادو هما الوثائق المطلوبة يعني في قنصلية الرباط بالنسبة لإسبانيا. كاين هاد الشروط هنا، هادو كلهم أي واحد يعني فيزا شنغن غادي يجمع هاد الأوراق، أي واحد. عاد كيكون اختلافات بين كل واحد وشنو خدام، يعني كاينة فورمولير تعمرها مزيان وتلصق فيها التصويرة. الفورمولير راه شرحت لكم كيفاش كتعمر الفورمولير، ها هو الفيديو ديالها كيفاش كتعمرها بسهولة. كاينة ثانية الباسبور خاصو يكون يعني مدة الصلاحية ماشي قريبة تموت في 3 شهور، يعني يكون واحد مدة الصلاحية أكثر من عام على الأقل باش متلقاش شي مشكل، وغيكونوا فيه على الأقل واحد جوج وراق خاويين، بحال دابا اللي كيمشي ويجي شحال من مرة لشي دولة حتى كيطبعوا ليه في دوك الوراق. إلا كانوا دوك الوراق كلهم عامرين خاصك تبدل الباسبور أولا تشوف شي حل. وكاين فوتوكوبي ديال 3 الأوراق الأولى ديال الباسبور. إلا مكانش عندك الفيزا تقبل، كاينين شي فيزا تقبل متنساهمش باش يعززو الملف ديالك. وبالنسبة لهادي أسيرونس دو فواياج يعني تأمين السفر، شرحت لكم في هاد الفيديو هذا كيفاش تأمين، شنو هو أحسن تأمين، خاصة التأمين الرخيص والتأمين اللي ساهل باش تاخدو أونلاين. وبالنسبة لهادي إلا كنتي مزوج يعني غدير فوتو غادي دير ترجمة لعقد الزواج باللغة الإسبانية باش تعزز به الملف ديالك. بالنسبة لهادي إلا كنتي غادي دير الطوموبيل ديالك أولا شي حاجة بحال هكاك، وحنا غالبا كنعرفو أن كنمشيو في الطيارة، يعني غدير ريزيرفاسيون ديال الطيارة وهادي ريزيرفاسيون ديال لوطيل. بالنسبة لهاد الجوج ريزيرفاسيون ديال الطيارة وديال لوطيل راه ديجا درت لكم لي فيديو في القناة كيفاش غديروهم. بالنسبة للحجز ديال الفندق هو هذا، بالنسبة للحجز ديال الطائرة غدير هذا هو هذا، يعني هذا الشيء اللي كندير أنا فاش دفعت 2 مرات والحمد لله، يعني 2 مرات وكيعطيوني 2 مرات، هذا الشيء اللي كندير. دابا فاش كتجمع هاد الأوراق عاد كتشوف شنو هي المهنة ديالك،
واش الشاف دونتربريز غتحتاج هاد الوثائق، إلا كنتي تاجر غتحتاج هاد الوثائق، كنتي موظف غتزيد هاد الوثائق، يعني هداك الشي اللي قبل غتزيد هاد التلاتة، كنتي فونكسيونير غتحتاج اتيستاسيون دو سالير، اتيستاسيون دو ترافاي، اتيستاسيون دو كنوبس، وما تنساوش تامبريميو هاديك واحد داك ليماتريكولاسيون من السيت ديال كنوبس، راك يعطيو اللي تيكون فيه غي شهر، هادي ضروري خاصكم تزيدوها مع كنوبس. هو الفي بونكير ديال لي 3 موا توالا، كنتي سالاريي ولا يعني خدام في القطاع الخاص ولا شي حاجة، هاد امبلويي، يعني ها هما الشروط اللي غتحتاج. كنتي خدام شي مهنة حرة شنو غتحتاج، كنتي متقاعد غتحتاج هاد الجوج، كنتي فلاح ها هو شنو غتزيد، يعني كدير هاد 3 ديال الشروط بالإضافة لداكشي اللي قلنا قبل، لهاد 3 لهادو كلهم. وإلا كانت عندك شي ملكية ديال شي دار ولا كانت عندك شي ملكية ديال شي أرض ولا شي حاجة باش تقدر تعزز الملك ديالك أفضل، تيكون أفضل. إلا كانت مثلا شي مرا مطلقة ولا شي حاجة، من الأحسن مديرش الحالة الاجتماعية مطلقة، يعني تخليها مديرهاش، تقدر دير سيليباتير ولا مديرهاش قاع، المهم مديرش مطلقة، فاش كديرها مطلقة كيشكوك أنها غتمشي تحرق الفيزا ولا شي حاجة. وبالنسبة لهنا إلا كنتي طالب أولا كنتي قصير، هنا إلا كنتي زوج يعني ما خداماش، يعني مثلا الزوج واحد في الأزواج غيدير يعني واحد مثلا نقولو مثلا واحد الزوج موظف بغا يصيفط مرتو، أشنو خاصو يزيد مع دوك الشروط اللي قلنا الفوق. وبالنسبة هنا شي ملاحظات لي مهمين، كاين واحد 3 ملاحظات، مثلا هنا راه تلقى أي وثيقة خاص تكون بالفرنسية أو بالإسبانية، بحال قنصلية الدار البيضاء كطلب داكشي يكون كلشي مترجم بالإسبانية. بحال هنا الطلب ديال يعني طلب الفيزا في ديك الفورمولير، تاريخ السفر ما يكونش قبل من 15 يوم وما يكونش أكثر من 6 شهور. بحال هنا أي وثيقة خاصك تجيبها خاصك تجيب لوريجين ديالها وتجيب الفوتوكوبي ديالها. الطلب يعني فاش كدير طلب الفيزا راه ما يجاوبوكش على 15 يوم أولا 30 يوم وممكن حتى 60 يوم، يعني ما تقدرش تبقى تمشي تسولهم واش خرجت ولا ما خرجتش، ممكن حتى تفوت 60 يوم عاد ممكن تمشي تسول تشوف الفيزا ديالك واش شنو واقع فيها. إلا بغيتي ترجع الباسبور ديالك بشكل نهائي راه مكيرجعولكش الفلوس، راك كتخلص في التوتال شي 1350 درهم ولا 1300 درهم، ملي كتخلص ديك 1300 ما كترجعش. بالنسبة لهنا أي ريزيرفاسيون يكون غلط ولا شي حاجة، أي فوز ريزيرفاسيون أو اون ريزيرفاسيون نون كونفيرمي، وي هاد شي ريزيرفاسيون يكون يعني غلط ولا شي حاجة، ولا راه باين لي ريزيرفاسيون تيكونو غالطين، راه قاع في الملف ديالك أي وثيقة مشكوك فيها ولا بغيت تزورها ولا شي حاجة، راه داكشي راه تقدر تلقى شي مشكل، غتلقى مشكل يلحقو بيك، يعني من الأحسن يكون الإنسان داكشي كلشي مريقل. وهادشي اللي كاين في هاد الفيديو، الله يسر الأمور للجميع.